استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته اليوم، فأول مران له بعد الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية أول أمس على حساب نهضة بركان المغربي، حيث خاض الزناري تدريباته التأهيلية داخل أرضية الملعب في إطار الاستعداد للعودة للتدريبات الجماعية مع زملائه بصورة طبيعية، حيث اللاعب يعاني من إصابة عبارة فالعضلة الخلفية. وفي المران، بينما اكتفي محمد عواد وبقرار من جوميز بأداء تدريبات استشفائية وتأهيلية، ولم يشارك في المران الجماعي للفريق، حيث خشى عليه جوميز من تعرضه للإرهاق. كل اللاعبين الذين خاضوا مباراة نهضة بركان خاضوا تدريبات استشفائية بقرار من جوميز، ولم يشاركوا في المران الجماعي للفريق. الإعلان منذ قليل عن إصابة أحمد حمدي بإصابة الرباط الصليبي، حيث تعرض لهذه الإصابة في مباراة